السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي كلام ما تنساش انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. تعمل اجابة لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. طب يا صديقي، معنا شرح النهارده يكون عن اسهل طريقة لعمل اي رقم فيك للواتساب من خلال تطبيق التو النهار. كل اللي عليك انك تكون مركز معاه في الشرح من البداية للنهاية، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل ما ننزل حاجة جديدة يوصلك اشعار. والف شكر لكم على وصلنا ل6 كي اخ واخت، وربنا ان شاء الله ما نوصل 10 كي و100 كي كمان. طب معنا التطبيق النهارده اللي هو التو النهارده. تبدأ كده ان انت تدخل على التطبيق. طبعا زي ما انت شايف اهو، انا اساسا كنت مفعل نمبر اهو. ده دليل على ان الكود بيوصل اساسا. عندك هنا بقى الارقام. طبعا تم زيادة ان الحساب الواحد بيديك اكتر من 10 ارقام. طبعا عندك الحساب الواحد بيديك الارقام دي كلها، تمام، بعد ما كان بيديك 5 ارقام بس. وعندك طبعا الاعدادات، تعمل كده وتعمل يس. طبعا عشان ابدا معاك من الاول، تعمل اول حاجه لوجين، بعديها تختار اللي هي دي كده، بعدها يظهر معاك الحسابات بتاعتك. طبعا عندك هنا طبعا زي ما كان بيوصل الكود هنا، وعندك هنا طبعا الارقام وهنا الاعدادات. تعمل كده. طبعا عندك التطبيق حوالي، بص، في ارقام كتير خالص، معدي المليون رقم. تبدا بقى انك تحدث كده الارقام، تعمل مثلا اي حاجه كده. طبعا الالوان برضو اي حاجه. بعد كده تبدا ان انت تضغط على كلمه سيف دي اللي هي دي كده، تمام. وبعد كده تبدا ان انت تضغط على اول واحده اللي هي دي، وبعد كده هتبدا ان انت تضغط عليها كده، وهتضغط على نفسها برضو، وبعدها تضغط سيف تاني. طبعا انت هتستنى، مش هتعمل اي حاجه طول ما التطبيق كده. تستنى طبعا لحد ما يجيب لك الكلمه دي، وبعدها تضغط على كلمه سيف. طبعا هتلاقي الرقم اتحفظ معاك. عايز تكمل رقم تاني دي، تضغط برضو نفس الحاجه، وضغط هنا مثلا تكتب الاسم كده، وتعمل برضو نفس الخطوات. وما اول ما تجيلك الكلمه دي successful دي، تعمل سيف برضو. هتلاقي ان الرقم ظهر معاك كده. تاخد مثلا اول رقم كده كوبي، وبعدها تخرج، تدخل بقى على أي نسخة واتساب رسمية، تمام. طبعا وبعد كده تبدأ إن أنت مثلا تحط رمز الدولة. طبعا رمز الدولة بتاعها بيكون 4 8، تمام. وبعدها تبدأ تضغط تحط رقم. طبعا هو هنا زي ما أنت شايف هو جابلك إن الحساب ده محظور، تمام. طبعا احنا هنروح نجرب رقم تاني. طبعا نضغط على ده كده ونعمل لزق، وبعديها نروح نجرب أي رقم. طبعا عندك هنا الرقم شغال، تمام كده الرقم شغال مظبوط. تبدأ إن أنت تضغط على كلمة نعم، تحقق بطريقة أخرى، وتعمل استلام رسالة نصية، بعدها تعمل متابعة. طب نستنى نشوف الكود هيوصل ولا مش هيوصل. طبعا هنا قالك بعد ساعة، تمام. ايه المشكلة بقى؟ لأن الساعة مش بالظبط، انت لازم تطلب على رأس الساعة 10 بالظبط، الساعة 11 بالظبط، الساعة 12 بالظبط كده. طب هتلاقي التطبيق في قناة على التليجرام مضغوط بباسورد مكون من 4 أرقام. الباسورد بتاع التطبيق 70 60، تمام. طبعا انت بتجرب في أول دقيقتين من الساعة، مش أول دقيقة بس، أو اللي هو على رأس الساعة أول دقيقتين معاك لحد أول دقيقتين. بعد كده التطبيق بيقف تمام. لأن انت تعمل كده. طبعا تعالى كده نجرب رقم تاني كده مع بعض. طبعا زي ما انت شايفين الرقم شغال اهو، تمام. طبعا انت بتستنى اول ما الساعة دي يجي مثلا 10 بالظبط وتروح طالب الكود. الساعة دي مثلا تيجي 11 بالظبط وتروح طالب الكود. تبدأ مثلا ان احنا كده نستنى كده 5 ثواني. طبعا وبعدها تعمل التحقق كده ورسالة سنة. طبعا تعالى احنا بنجرب الرقم ده بس. طبعا هو هنا قالك بعد الساعة، لأن برضو الساعة مش بالظبط، تمام. وبس كده يا صديقي، نكون وصلنا لنا شرح النهارده. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وشكرا لكم من القلب على وصولنا 6 كي اخ واخت. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.